وكعادة السوبر المصري النادي الأهلي بيتوج باللقب رقم 16 ليه في تاريخه بعد الفوز على نادي الزمالك 2-0 في نهائي السوبر المصري. المباراة اللي اتلعبت على استاد محمد بن زايد في دولة الإمارات. مباراة كانت ممتعة جدا وفيها حاجات كتير، من أول الحفلة اللي اتعملت قبل المباراة لحد الأحداث اللي حصلت في الماتش وما بعد المباراة. كمان حلقة تتصور بعد المباراة بيومين ثلاثة، ما عرفتش أصور بعد المباراة على طول، بس أدينا برضو لحقنا أي حاجة وخلاص. ولحقنا برضو شوية تفاصيل حصلت بعد المباراة بشوية. بس خلينا نتكلم في المباراة واللي حصل، ونبدأ من الحفلة اللي كانت ممتازة جدا الصراحة. تنظيم عالي من دولة الإمارات طبعا، حاجات بقى مصرية وفرعونية. برضه بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، الحفلة اللي بدأت بأحمد حاتم وأحمد فهمي، الاتنين ضيوف الشرف اللي دخلوا قدموا الحفلة وقدموا إيه اللي بيحصل كواحد أهلاوي اللي هو أحمد فهمي والزملكاوي اللي هو أحمد حاتم. ثم بعد كده يعني الصراحة حاجة بقى يعني محدش كان متوقعها دي خالص، هو حضور صوت المطرب المصري الأصيل اللي يمكن في ناس كتير ممكن ما تعرفوش. وطبعا الناس اللي قدام هي اللي حافظة الصوت ده من أول ما اتقال، هو الجوهرة محمد طه، واحد من أقوى الأصوات المصرية. ودي يعني الصراحة كانت حاجة ممتازة من تنظيم الحفلة، إن هو يحيي ذكرى زي ذكرى الفنان محمد طه، وصوت من أقوى الأصوات اللي جت في مصر. طبعا دي كانت حاجة ممتازة جدا وياخدوا عليها درجة عالية الصراحة منظمين الحفلة. ثم بعد كده طبعا موكب دخول الكاس، موكب فرعوني بقى شايل كاس السوبر ومش عارف ايه، فدي كانت حاجة برضه ممتازة. وبعد كده بقى ختموا بأغنية بقى شعبية لليسي وعمر كمال. في يعني حفلة كانت حلوة الصراحة، كانت من الحاجات الإيجابيات الكبيرة اللي في الماتش واللي حصلت قبل الماتش. أما بقى لو جينا اتكلمنا عن طريقة لعب الفرقتين داخل الملعب، فهنشوف إن برضه نفس الكلام هو اللي الناس قالته هو اللي حصل. إن الأهلي دخل بشراسة هجومية وبيهاجم، نادي الزمالك كان واقف مقفل خط دفاعه، مش عاوز يبدأ بإن هو يبادئ النادي الأهلي هجمات والكلام ده، عشان عارف اللي ممكن يتضرب. النادي الأهلي استقرار ثابت أكتر من نادي الزمالك، فنادي الزمالك محبش يخاطر، محبش يبدأ يستنى يشوف ايه اللي هيحصل وزي المباراة تبقى ماشية ازاي. وده اللي كان متوقع، والناس قالته ان نادي الزمالك مش هيهاجم ويفضل يدافع لحد كرة الهدف بقى. ده 44 كورة بتتلعب، باص من هاني لزيزو وتحرك ممتاز من بن شرقي جوه ال 18، واتلعبت له حلوة قوي من زيزو بالمسطرة حرفيا. الراجل بيستلم وبيريح وبيكتمها في الأرض وبيحط الكورة. وشفت إن يعني جمهور الزمالك بيتكلم إن الكورة يعني هاند بول وجت في إيد بن شرقي، مش فاهم يعني شوفوها هاند بول إزاي. والناس بتجادل في حتة التحكيم دي. وبيتكلموا برضو بعد الماتش، بقول من حالة اتصالي بعد الماتش انا شفت اراء ناس كتير انا اعرفها وجمهور كتير من جمهور الزمالك بيتكلم على الجدل التحكيم. الناس بتتكلم على اي حاجه، احنا خسرنا الماتش مش عارف بسبب ايه. اللي يقول لك في ناس بتقول احنا خسرنا بسبب المعلق، مش فاهم ليه المعلق خسرهم فيه مش عارف. تقول لك التحكيم وفي الفلوس. انا شايف ان الحكم ما عملش اي حاجه، ما فيش اي جدل خالص، ولا الكره دي ولا الكره اللي هنجيلها قدام بتاعت الجزيري بتاعت الجون. لكن الراجل حتى يعني كانت ايده فرطه في الانذارات مع الكل، ما كانش بيبدي حد على حد. الحكم التركي كان بيوزع انذارات على كل اللي يقابله. فانا شايف ان حته التحكيم دي ما حصلش فيها يعني جدل، ولا حتى الراجل في كره الجزيري ما شافش الفار، لان الكره كانت واضحه. ما بانش في الاعاده قعدت الجمله، لكن بانت بعد ما الكره وقفت ان الكره فعلا جت في ايده. لكن كره بن شرقي نرجع لها ما فيهاش اي حاجه، الراجل استلم وريح حط جون. النادي الاهلي كان يعني من بدايه الماتش ماسك كوره ومستحوذ وضاغط، بس بلا يعني شراسه على الجون قوي. شفنا كذا كوره، شفنا تسديده من تريزيجيه راحت واحده شالها مسكها عواد، والتانيه طلعت بره، عواد برضو حط ايده فيها طلعها ركنيه. ونيجي عند حته الركنيات اللي بنتكلم فيها كل مره وبنقول مفيش منها استغلال. الكور الثابته بقت حاجه اساسيه دلوقتي لكل الفرق، ولسه احنا برضو ما بنتدربش على حاجه زي دي. الكور الثابته عنصر مهم، بيجيلك كل ماتش، بيجيلك كل مباراه، بتجيلك لازم مليون في المية يجيلك كرة ثابتة بإنك فريق هجومي. وقلنا كده الحلقة اللي فاتت، فأنت يا ريت يبقى في استغلال أكتر من كده ويبقى في سرعة. شفنا إن الأهلي الشوط التاني بدأ الكرة تبقى رتمها أسرع شوية،
الكرة بتمشي في الرجول اكتر بسرعة. الشوط الاول كانت الدنيا واقفة، الدنيا مش اسرع حاجة. قبل كرة الجون كور كتير بيقف على لعيبة النادي الاهلي، بتقل، تحس ان البنج عندهم عالي، في حاجة بتحصل مش مفهومة. مش فاهم ايه البطء ده، مصدره ايه. الكرة كانت بتيجي لبن شرقي، شفت في كذا كرة خد الكرة ووقف استنى كتير قوي، استنى كتير قوي لحد ما الفرقة رجعت. انت محتاج تبقى بتاخد سكان قبل الكرة ما تجيلك، وتشوف الفرقة، تشوف الملعب حواليك عشان تطلع اول ما الكرة تجيلك، لو هتطلع على طول او لو هتاخد الكرة وتكمل. تريزيجيه واحد يعني حاجة برضه مش محدش لاقي لها إجابة لحد دلوقتي، لسه بيلعب فردي، عاوز، مش فاهم، هو عايز بقى يظهر إن هو نجم الفرقة، هو رقم واحد. يا ريت الفرقة مش في الحالة اللي هي تسمح بالكلام ده. الفرقة دلوقتي في حالة إن إحنا المجموعة كلها بتلعب لبعض، لأن الفرقة مش في أحسن حالة. أنا مش محتاج آخد الكورة وأفضل أرقص وأعدي وفي الآخر ما تجيش. يعني أنا لو بعمل كل الكلام ده وبجيب جون في الآخر، لكن بعملها مرة واثنين وثلاثة والكورة برضه ما بيجيش جون. فيا ريت تحاول نلعب بقى إيجابي ونلعب مع الفريق. كوكا ما فيش خالص، الراجل ده تريزيجيه حاليا. الأول كنا بنشوف الجناح بيلعب للي جاي من ورا، اللي هو معلول مثلا، ايام معلول الله يمسيه بالخير، كنا بنشوف الراجل بيطلع وبتتلعب له وبيلعب بالعرض، بيلعب كروسات، بيلعب على الارض. لكن دلوقتي انت شايف ان كوكا حرفيا في باك الشمال تريزيجيه ما بيطلعوش بكوره. حتى لو اداله كوره، الكوره اللي هي خلاص كانت تريزيجيه اتزنق، فبيديله بقى، بيرجع له ورا، بيشوف اي حاجه. لكن يطلعه يلعب كروسات والحاجات دي ما حرفيا محذوفه. الشوط الثاني برضو نفس الكلام، بدا نادي الزمالك بقى خلاص، انا كده كده مش بقى على حاجه، اضغط، مغلوب 1-0، فانا مش هخسر اكتر من كده. الجون زي الجونين مش فارقه. فبدا نادي الزمالك فعلا بدا يضغط، بس يعني بحس ان لعيبته مش قادره تأدي الواجب المطلوب، او مفيش. لاعب بصراحه زي شيكومان ده يعني مش داخل دماغي بجنيه. من اول ما جه هما بيشبهوه بلعيبه كده غريبه، بيقول لك شبه لياو وشبه مش عارف رونالدينيو وبتاع، وطريقه لعبه لاعب في ستيكه بامانه، يعني خنتريش على الاخر. راجل ملوش، يمكن ملوش فيها، مش عايز نقول ملوش فيها يعني، بس لا، ولا مستوى ولا اي حاجه. بلح كوكا برضه خده وحطه في جيبه زي ماتش الزمالك ما عمل مع 2000 الماتش اللي فات. الراجل ما بانش حتى، هو ما عملش يمكن غير الكوره بس اللي هو خدها وقام شارخ بيها كده من ناحيه اليمين، وفي الاخر برضه يعني حطها بره بطريقه غريبه يعني. لكن كفرقه تحس ان الفرقه كلها مش هدفها الماتش، هدفها حاجه واحده، هي مش معروفه. اللعيبه حطت على نفسها ضغوطات. لاعب زي ناصر ماهر اللي طلع قبل الماتش اتكلم عن قائمة المنتخب وازاي انا ما اروحش وانا عامل اداء جيد وانا مأدي اخر فترة، والناس اتكلمت عليا ومش عارف ايه. مع ان انا يعني عن نفسي انا مش شايف ان انت يعني عملت الحاجة الواو اللي تخلي مثلا تقول لا الراجل ده يروح المنتخب عادي. انت امتى اصلا كنت في المنتخب؟ بتحط على نفسك عبء قبل الماتش انت بغنى عنه اصلا. لو انت داخل على ماتش كبير زي ماتش القمة، انت محتاج تبقى انت ذهنيا مركز في الماتش 90 مليون في المية، عشان مخك ما يتشتتش. لا، انت بتشتت نفسك بحاجات هايفه، انت شاغل نفسك بحاجات ودخلت. يا ريت بقى ان الحاجات دي تطلعها في الملعب، لا، طلعت في الملعب مفيش اي حاجه خالص، ما اديتش ب 15 جنيه. فانت يعني اللي انت عملته قبل الماتش ما ظهر في الماتش عكس خالص. ادائك مفيش اداء، مستوى مفيش مستوى. فانت حطيت على نفسك عبء كبير ما عملتش بيه اي حاجه، بل شايلت نفسك الحمل. الشوط التاني الزمالك حاول يضغط، حاول يروح بكذا كوره وبتاع، بس دفاع الاهلي كان صاحي، كان ممتاز. الى لحظه الجون بقى، لحظه الجون التاني، وطبعا بعد اصابه جراديشار اللي مش فاهم اللعيبه بيجي لها شد بعد 60 دقيقه لعب. حاجه برضو كل ماتش بنقف عندها، الاصابات البدني. انا مش فاهم يعني، ما ده ماتش سوبر يا جماعه، يعني المفروض التجهيز والبدني والحاجات دي تبقى 100%. انا بنزل بجري شويه بيجي لي شد من غير تدخلات، من غير اي حاجه، بقع يجي لي شد. انا الصراحه يعني حتى تبديل جراديشار دي انا كنت يعني اما شفته خارج قلت الحمد لله طاهر هينزل يعمل اي حاجه. الراجل ما ظهر الشوط الاول، ما جاش، ما ظهرش خالص. انا كنت بسمع اسمه كده بالصدفه في الملعب. طاهر نزل يعني عارف انت، بيجري بيضغط مش عارف ايه، بيروح على كل كوره، بيحجز، بيطلع الكور بدماغه. بدا ليه منظر لحد ما الكوره جات له، يعني خد كده وقطم وعدى ودخل ورفع واحده لمروان اللي بدا يزيد جوه ال 18. ودي حته بقى اليو ديانج اللي فعلا فارق مع الفرقه جامد.
ناقصه بس كام حاجه كده بسيطه واللي هيبقى يعني لاعب نص ملعب متكامل حرفيا. الراجل بيأدي ادوار دفاعيه ممتازه ممتازه ممتازه، مخلي مروان يعرف يطلع بارتياحيه قدام ويعرف يخش يساند جوه في الهجوم. وشفنا مروان دخل وحط الكرة حلوه، خدمته الكرة بالبند اللي اتعملت، ودخل العواد حتى شالها، بس الفكره ان العواد كان جوه الجون فالكرة دخلت. 2-0 الماتش خلاص يعتبر شبه بيموت. فرقه خلاص يعتبر هتقع، وقعت خلاص، وقعت زي هي وقعت. انت ركبت الماتش. بس شفنا ان الاهلي بيدافع، نفس التبديله بتطلع، مش فاكر والله مين حتى اللي طلع، وقام منزل احمد رمضان بكر. نفس القصه، بتدافع. انت نفسيا ركبت الماتش. العب، اضغط اضغط. ماتش زي ده انت كنت ممكن تكسب اكتر من 2 وتكسب 3 و4 وعد بقى زي ما انت عايز تعد. خلاص الزمالك وقعت وهي في حاله يعني بقى انت احسن، انت داخل احسن تهيئ نفسي، انت احسن بكتير. هم عليهم ضغط جامد، وكمان حتى يعني كسكواد ضايع ضايع، كل واحد بص في حته والدنيا ضايعه. الجون التاني جه حرفيا قتل الماتش لحد كرة الجدل بقى بتاعت سيف الجزيري. كرة اتلعبت بالعرض من ناصر ماهر، اللي برضه الشناوي الطلعات بتاعته اللي مش مفهومة. طلعتك من الجون خلت الدفاع ما يطلعش. انا حارس طالع هلعب بالبوكس، اجبرت خط الدفاع بتاعي ان هو مش هيطلع. خط الدفاع ما طلعش، فضل واقف، فانا طلعت برضه ما جبتش الكوره. الجزيري حطها، بس حطها في ايده باين، فخلاص. جدل تحكيمي على الكوره دي اكنها لا المشكله ان الكوره جت في ايده، وبرضه الجمهور بيجادل يقول لك طب ما الكوره كوكا في ماتش سيراميكا جت في ايده والحكم قال لك ده وضع تشريحي. وضع التشريحي ده يا حبيبي لما يكون حاله ضربه جزاء، حاله ضربه جزاء، لكن وضع المدافع بيختلف. ده الوضع التشريحي. عشان بس بشوف الناس بتتكلم اللي هو انت ايه يا عم تفهمش كوره ولا ايه؟ ما الكوره جت في ايده ايه؟ ولا انتوا ليكوا حلو، ولا التحكيم، ولا الرشاوي، ولا مش عارف ايه. بيقولوا اي كلام، هو خسران مش لاقي اي حاجه يقولها فبيقول اي كلام، اي حاجه، او المهم انت بتكسب بالتحكيم وانت بتكسب بالفلوس. خلاص بقى النغمه دي خلاص، احنا خلاص بقى في فار والكوره شفتها بعينك ان هي جت في ايده. ما تقوليش مفيش حد بيعمل وضع تشريح ايدي كده يعني. انا مش كونغر، مفيش حد بيطلع كده، مفيش بيلعب بدماغه كده والكوره ايه وضع الجسم الطبيعي ان ايدك قدامك كده. انت كده بتوري ضوافرك للاستاذ. مفيش حاجه اسمها وضع تشريح. وضع تشريح يا حبيبي الكلام ده في الدفاع، لما الكوره تيجي في رجل المدافع وتيجي في ايده تحسب ضربه جزاء. دي الكوره خارجه من الوضع بقى، واد ده بقول وضع تشريحي وبتاع والكلام ده قانوني وموجود. الكوره جت في ايد دونجا قبل كده في ال 18 وهوبا عدت جت في خبطت فيه وما اتحسبتش، وجت في ايد الونش برضه قبل كده وما اتحسبتش، لان وضع التشريح بتاع المدافع غير المهاجم. دي حاجه ودي حاجه. وبعدين وقت التشريح الكوره مش جايه من جسمه، مش خابطه في جسمه وجايه في ايده، هو لاعبها موجهها بدماغه. في حاله يعني انا شايفها ما فيش داعي ان انت تقف عندها وتتكلم وتقول وتعيد وتزيد ان لا ازاي الكوره دي مش جون وازاي الحكم لغاها وازاي مش عارف ايه. حاجه يعني الصراحه يعني حاجه هايفه جدا. جدل الغريب. الماتش بيخلص النادي الاهلي بيتوج بلقب السوبر المره ال 16 في تاريخه. بعد الماتش بقى واثناء التتويج الناس كلها اتكلمت على لقطه احمد سيد زيزو وهشام نصر، واحد من اعضاء نادي الزمالك وبتاع. الناس بتتكلم ان ده عيب وده مش احترام ومش عارف ايه. تسألني انت شايف ايه؟ اقول لك لا عادي عادي، عشان اللعيبه اصلا بالجمهور بالاداره بكل البشر اللي علاقه بالزمالك قبل الماتش داخلين مركزين على احمد سيد زيزو. شتايم بقى من الجمهور، تدخلات عنيفه من اللعيبه، مجلس الاداره واللي اتعمل واللي اتقال. فانا لو منه مش هسلم اصلا. دي حاجه يعني ما حدش يطلع يقول لي اصل دي مش عارف ايه ويطلع يكلمني في القيم والمبادئ والحاجات دي عشان هنخش في قصه طويله كده يعني ملاش اي لازمه، وكلنا عارفين ان فيها يعني. فدي لقطه انا شايفها عاديه، واي اهلاوي هيشوفها ان اللقطه دي عاديه، لان اللي جمهور الزمالك عمله مع زيزو واللي اللعيبه عملته مع زيزو واللي الاداره عملته مع زيزو دي يعني مش حاجه كرويه خالص، ولا فيها اخلاق ولا فيها روح رياضيه زي ما الناس بتقول وطالعه بتغني. فدي حاجه عاديه. ما تعرفش تقول لي والنبي اصل مش عارف
اصل دي مفيش روح رياضيه، ازاي ما اسلمش عليه؟ لا عادي ما اسلمش عليه، لان انا لو واحد منه ولو شفت اي حد من الناس دي مش هسلم عليه، عشان انت اصلا لا ليك انك تخوض في عرضي ولا في عرض بيته ولا في اهله، ابوه ومراته مش عارف مين ومين ومين ومين. ده مش اول لاعب يمشي يروح من فرقه لفرقه، ولا هو خانهم ومضى معاهم مش عارف ايه. عمر جابر بيخش عليه دخله كده جامده في الماتش، حتى هو بينادي عليه، بينادي عليه عمر يا عمر، وعمر بقى ماشي عامل نفسه بقى بتاع، مع ان عمر نفسه راح بيراميدز وساب الزمالك وراح بيراميدز. بس احنا لازم نمسك في القيم وفي الحاجات دي، كأن ناسيين ان في الحاجات دي كلها متوثقه، وان الحاجات دي كلها موجوده ومتشافه وهتتجاب وهتطلع وتتقال. فبلاش نغني بقى حته مش عارف ايه، واحنا قيم ودخلنا وفلوس وكلاب فلوس ومش عارف ايه. احنا خلاص اليومين دول بقى يومين احتراف. جالك عرض بفرقه، طلب قدمت فيك عرض الفلاني، الفرقه بتاعتك مش عارفه، مش هتعرف تدفع لك، مش هتعرف تقعدك بعرض احسن، فانا همشي. ده احتراف بقى اسمه احتراف دلوقتي. الحاجات بقى دي انقرضت من زمان، من زمان قوي كمان، لان الحاجات بتحصل من زمان قوي برضه. فما تقعدش، يا ريت ما نبطل غنى شويه وحته القيم ومش القيم والحاجات اللي ايه الجميله دي. وما جمهور الزمالك طلع بيغني برضه وبيتكلم على زيزو. في ناس من اللي كانت قاعده في المدرجات قالت ان الجمهور، حتى في لقطه، يعني في لقطه جت لمشجع وهو بيشتم بين الحكم، مش بيشتم مين، واللقطه واضحه قوي وحركه بقه واضحه قوي. فدي يعني حاجه، ما تقعدش بقى تقول لي قيم بقى ومبادئ ومش عارف ايه وتعمل لي فيها نفسك شيخ، لان القصه كلها ايه مفقوسه، وانت ايه الدنيا جايباك. وكل اللي كان في المدرجات قال لك ان جمهور الزمالك شتم اللاعب يعني بشتايم ما ينفعش تتقال لاي حد. يعني هو الراجل ده اولا هو مش عدوك، هو ما ده مجرد تنافس في الكوره، لكن الجمهور مش واخد حته ان دي تنافس، لا ان هو خنا لكن لو انت مين يعني انا مش فاهم. فيعني لقطه زيزو مع هشام نصر دي حاجه اي اهلاوي واي حد بيفهم كوره بقى ويتكلم بحياديه لقطه عاديه جدا. انا لو ما كانوش اسلم، واي حد لو ما كانوا مش هيسلم. واللي بيغني وبيتكلم وبيطبل ده برضه نفس القصه. ما تطلعش تقول اي كلام عشان بس تمشي ورا الترند. خلاص دلوقتي الكوره بقت عندنا في مصر ما بتجري ورا الترندات، انا بجري ورا الترند. حاجه يعني الصراحه مش مفهومه. خلاص احنا ما بنتكلمش في الكوره، عشان كده الفرقه واقعه. لانك انت بتتكلمش في فرقتك، ايه اللي ناقصها؟ بتكلم الفرقه اللي التانيه اللي بره. طيب فريقك الواقع وماسك في الاهلي، ده خد، ده عمل، ده سوى، ده خد ضربه جزاء مش عارف ايه، ده في ضربه ركنيه مش عارف لمين. لكن انك تبص لفرقتك في محيطك، لا ما بتتكلمش. انا بص على الاهلي بس، عيني على الاهلي، رايح على الاهلي مركز معاه بقى، تركيزي كله 100% مع الاهلي. دخلت ماتش مركز كل تركيزي مع لاعب اكسب ماتش واحفل. واحنا قلنا اللي هيكسب الماتش ده هياخد التاني يسلخه، وده اللي حصل. مفيش واحد اهلاوي بيقابل واحد زملكاوي غير لما يحفل عليه باي حاجه بقى، بزيزو بن شرقي بقى اللي حطه الجون، اسيست زيزو والجون بن شرقي، يعني حاجه احلام. كان فاضل لهم امام بقى، ان شاء الله الماتش الجاي بتاع الدوري يكون امام رجع. فيعني اجماليا كده ماتش كان على مستويات وعلى فترات ممتاز جدا، من اول التنظيم لبعض احداث الماتش واللي حصل جوه الماتش. بس في حاجات تانية الماتش كان برضو مش يعني، برضو قاعدين رحنا لعبنا بره ومش عارف ايه، وبرضو مفيش اي حاجه، عمالين نشتم وبنقل ادبنا والدنيا بايظه، ولسه الجماهير بتتكلم لحد النهارده برضو. واحنا لسه بنحفل برضه على جمهور الزمالك برضه بصراحه لحد دلوقتي. يعني مفيش حد بيقابل واحد زملكاوي غير لما يحفل عليه. فيعني مبروك للنادي الاهلي، وان شاء الله يا رب دايما مفرح جمهوره ودايما مفرحنا. ولو وصلت لحد هنا بقى تنساش بقى تعمل لايك وتعمل اشتراك، واشوفكم في حلقه جديده. سلام.